معلش هو في حسبي الله ونعم الوكيل. انت قاعده حاطه رجل على رجل في المكتب بتزق الشباب عشان خلال ساعه بالظبط، خلال ساعه عاوزين 100 اخ يوصلوا ميدان العباسيه مع مراته او مع اخته او مع اي حد، يوصلوا الميدان ودقيقه والاخ هتسمع صوته وهي بالتليفون، وخلال دقيقه هيبقى في الخط. وعايزينها عسكرية، احنا عايزينها دولة عسكرية مش عايزينها دولة مدنية. اذا كانت مدنية هتبقى كده، مش عايزينها مدنية، عايزينها عسكرية، عايزينها عسكرية على الناس.
رصاصة من الرصاص وده دم. لو ما احناش عرفنا ان ده، معلش مش بشكك فيكي، خلاص مش مشكلة مش يعني. بشكك، بتساءل يعني ده سؤال الناس هتسأل. مش مشكلة. لا شهيد منين ودي رصاصة لا، ما في وقائع كانت موجودة ومسجلة يعني موثقة يعني. موثقة ودي رصاصة. لا، هو التقرير اوريدي في 10 حالات طلعوا منه. 10 تقارير طلعت اتوثقت وطلعت من العاب. 9 حالات منهم لسه ما طلعوا، هتروح بكره نادي. 9 حالات منهم الرصاصه داخله وخارجه من الناحيه الثانيه، وده معناه طبعا زي ما احنا سمعنا قبل كده في الاعلام، ده معناه ان الرصاص دوت مضروب من مسافه قريبه جدا من وسط المتظاهرين، وفي حاجات من الخلف. اقول لك على حاجه، لا معلش يا استاذ، ورصاصه واحده بس، ورصاصه واحده بس، ورصاصه واحده بس. معلش لا، ما الناديين المصورين بيضربوا البنات دول برضو كانوا متظاهرين. هنتكلم عليها، هكلم حضرتك عليها بقى دلوقتي. يعني اعلق عليها، حضرتك عليها. السيناريو او الصوره اللي جايه في جندي ساعه السحل وعرى الفتاه ديت، انا برفض الكلام ده بعنف وبطالب بالتحقيق معاه. ولكن في نفس المشهد، وبعيد على الاعلام اللي بين الناس انصاف الحقائق، في نفس المشهد الجندي الاخر اللي واقف جنبه بيغطي البنت، رقم 1، رقم 2 عمال يشاور المتظاهرين. يا ريت تعرضوا الفيديو لو موجود عشان يبقى على الهواء على طول. بيشاور المتظاهرين، بيحدفوا طوب، بيشاور لهم استنوا، بيشاور لهم على البنت انها واقعه عايز يقومها، والمتظاهرين عاملين يحدفوه بالطوب لغايه لما انسحب. انا بتكلم على الفكره، بمعنى ان لو في واحد جندي اخطا حاسبه، في نفس اللحظه جندي اخر مصري بيغطيها وبيقول لهم استنوا عشان اللي واقعه ديت اقومها. المتظاهرين مش المتظاهرين دول مش بلطجيه، بيحدفوهم بالطوب، واقفين بيصوروا زي ما يكون اللقطه يعني مقصوده. انا شايفه انها غلطانه، مش يعني مش فكرها، طبعا هي حره في تصوراتها. انا بس صعبان عليا انك انت واقفه بتجاهدي وتتضربي وتاخدي كذا وكذا. انا حاسه انك انت لو انت يعني الكلام ده لو انت بتحرري فلسطين، احنا هنتقبل. انت كلميهم وهم ما بتكلموش. لا، انا بكلمك انت انا دلوقتي قاعده معاكي. انت ليه ما بتدينيش الضابط اللي ضربني؟ بتديني انا ليه؟ انت بتديني الضحيه المتهمه. انا مش حضرتك حكمت عليها ان هي ضحيه. حضرتك حكمت انها عليها ضحيه. طبعا هي انا مش بلومها، انا مش بلومها، انا مش بلومها. وبعدين انا مش بلومها يا باشمهندس، ما عنديش حاجه بالكلام ده. انا عندي مشهد فيديو متفق معاه بدل موجود. لا ما ينفعش نتفق على الهواء. لا معلش، انا على الهواء. دلوقتي البنت اللي ب100 راجل اللي اتسحلت واتعرت، وهي البنت اللي اتسحلت واتعرت دي ايه اللي يخليها اصلا تلبس العبايه من غير حاجه تحتها؟ كان لازم تعمل حسابها لساعه السحل وتلبس بدله النينجا تحت العبايه من غير ما تتهزلكم شعر، من غير ما تحسوا بان في شيء متهزم لا يحتمل. لا، العساكر ضربوا. بص شوف الصوره، ايه ده؟ واضحه ست، واضح انها منقبه او محجبه، وولعوها دول. دي صوره بتتكلم، طبعا مش تركيب ولا تعليب ولا اي حاجه خالص. صوره فضيحة تلف العالم من اقصاه الى اقصاه، ويراد منا نحن في مصر ان نغض الطرف. من اخوتنا في العالمين العربي والاسلامي عبر القنوات الفضائيه وغيرها من وسائل، الى العالم الغربي من اقصاه الى اقصاه. هذه من جريده نيويورك تايمز، وهذه من الاندبندنت، ذا ميل اونلاين، ساندي تايم، ذا ميرور، ذا اتلانتيك واير، آرتس الاسرائيليه. استمرار المصادمات في ميدان التحرير، والكاميرات تسجل جنودا يضربون المتظاهرين حتى الموت. اهلا بكم مره اخرى، هذه المره الى حركه طلاب مدارس مصر، والى ثوره معهاش بطاقه، وبينهما طفل غلباوي مش عارف جاي مع مين. اسمحوا لي أن أرحب معنا في الاستوديو بكل من علي هاني، سنة 5 ابتدائي ويبلغ من العمر 9 سنوات، وإلى جواره آية محسن، سنة 3 إعدادي، المعروفة على تويتر باسم المحتاسة، وهي أيضا إحدى مؤسسات صفحة ثورة من غير بطاقة على فيسبوك. وإلى جوارها علي هشام، سنة 3 إعدادي، وهو ناشط ومدون. وإلى جواره مازن حلمي، وهو أقرب لي من حيث السن، إذ إنه يبلغ من العمر 17 عاما.
وهو عضو في حركة طلاب مدارس مصر. أهلا بحضرتك. عشان نوجه او نلفت نظر القناه ان هم بداوا يجيبوا اطفال معاهم في الحلقات عندهم، ويبتدوا يسالوهم عن المواقع اللي هم بيخشوا عليها في الانترنت والجروبات اللي هم بيعملوها اللي بتشتم في العسكر وحكم العسكر ويسقط حكم العسكر، ويبتدوا ينزعوا من جواهم الوطنيه بتاعتهم. طبعا احنا مش ضد ان هم يقولوا رايهم ويعبروا عن رايهم، دي حاجه ترجع لهم، لكن احنا ضد ان هم يستغلوا اطفال دون سن الرشد في اي لعبه او اي نوع من انواع السياسه او اي توجهها، سواء توجهها ناحيه العسكر او ضد العسكر. وبعدين احنا دلوقتي بننزع وطنيه ولادنا، ازاي الولاد دول بعد كده احنا هنطالبهم ان هم يتجندوا يخشوا الجيش؟ يعني لما يمشوا في الشارع يشاوروا على العسكري يقولوا البلطجي اهو، هل ده منطق؟ احنا بنرفض الكلام ده كاولياء امور، وقمنا بتقديم بلاغ ضد الاستاذ يسري فوده بشان هذه الحلقه وضد قناه اون تي في. فاحنا بنرجوهم هنا، احنا واقفين قدامهم بمنتهى الادب، بنقول لهم لو سمحتوا فلنتوقف عن ان احنا نقحم اولادنا بهذه الجامعه في قصر الثقافه من اجل الاعلان فقط عن بدايه هذه الحمله. بعد كده احنا بندعو جموع الشعب المصري العظيم اللي طول عمره واقف جنب جيشه وعارف قيمه جيشه ان ينزل، والدعوات دي هتبقى ان شاء الله عن طريق الفيسبوك وعن طريق صفحه الصادقون. باكد ان اسم الصفحه حمله الصادقون. ارجو من الجميع ان هم ينضموا الى هذه الصفحه حتى يتابعوا مسيرتنا واحنا هنبقى متواجدين فين وامتى والساعه كام. بالنسبه بقى لموضوع مهم جدا، كنت بس نقطه صغيره عايزه اتكلم عليها، موضوع الخروج الامن اللي بيتداولوا كل وسائل الاعلام الان. فلنستحي نحن كمصريون ان نقول ان هناك خروج امن للجيش المصري. ليس الجيش المصري بتاعنا ليس متهم وليس مجرم عشان يبحث عن خروج امن له. فليستحي كل من يطلع يصدر هذه الكلمه ويتداولها في وسائل الاعلام المغرضه والجهات المشبوهه، محاوله الوصول او توصيل صوره للشعب ان الجيش محتاج انه يخرج امن. هو امن، هو امن، هو امن بحب كل المصريين. الجيش ليه وصمه في كل مكان في مصر، في مجال الزراعه، في مجال الصناعه، في الصحه، في الطرق، في الكباري، في الانشاءات، في البنيه التحتيه، الامن الغذائي، في حاجات ما اعرفش زي ما انتم عارفين، حاجات كتير بنشوفها حوالينا. الجيش هو هو كلام حقيقي وواقع، ما هوش كلام مرسل عشان يخوف حد بيها. وفي الاخر خالص هيظل ان زي ما ربنا قال وتين الزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين. احنا البلد بتاعتنا امينه، مفيش حد هيقدر ينفذ اي مخططات ليها. في سنه 81 خرجت وثيقه عربيه بتتكلم في تفتيت الوطن العربي. الوثيقه دي بتقول للوطن العربي تقسيم مصر. انا هتكلم عن سياده مصر. قد نوافق تقسيم مصر، واذا ما تم تقسيمها سيسهل تفتيت باقي الدولات المحيطه بها، وهذا بالفتنه الطائفيه. هم في الحقيقه قعدوا 30 سنه بيحاولوا يلمس مع الشعب بتاعنا بالفتنه الطائفيه، وفي الاخر بيفشلوا لان بنلاقي هاند مع بعضينا حسن مساعد واحده. ما هياش شعارات، دي حقيقه، لانها لو كانت شعارات كنا زماننا اتأسسنا طبقا للوثيقه العربيه دي من 30 سنه. ان مصر هي الام التي تحتضن جميع دول العالم العربي. مصر من 7000 سنه كانت تحارب. مصر الان تحارب من ابنائها.
المصري مش غبي، الشعب المصري ذكي وعارف المؤامره كويس قوي، وهينتفض يوم الجمعه. كلنا هننتفض يوم الجمعه. المجلس العسكري والشرطه بتاعتنا دول مننا ودول ولادنا، ولا يمكن هنسمح بالمساس بيهم، لان معناه سقوط مصر، ومصر مش هتسقط لانها مذكوره في القران واهلها وعيد. اللي كشف ناس كتير قوي وخلت الناس عندها ثقافه كتير قوي. محمد نشأت وعايز يقول كلمه. نشأت بصوا يا جماعه، لعبه الاعلام ولعبه الحاجات اللي انتوا بتتفرجوا عليها على النت والحاجات اللي بتتفبرك علشان خاطر الناس دي تنزلها. الاعلام المصري، التلفزيون المصري، الاعلام بتاع القنوات الخاصه اللي كلهم مواليد هم سبب خراب هذه البلد. البلد دي خربانه من اعلامهم. الاعلام المصري المزيف بتاع كل القنوات دي. عايزين تقولوا عليها دي؟ طب عمر عفيف اون تي في انتوا عارفين مشكله النظام القديم عمل ايه؟ هو عمل لهم القمر اللي هم طلعوا عليه. دي مشكلته. تخيلوا ان مشكلته هو مش خبر عادي ولا حاجه، بس هو رد على الاستاذ اللي بيتكلم في القناه اللي انا متاكد ان هي دلوقتي ما بتصورناش اساسا وبيتكلموا من وحي خيالهم. الاستاذ اللي بيقول لك ان الناس اللي قاعده في روكس دول بيحتفلوا. احنا بنحتفل، بس بنحتفل بايه؟ بنحتفل ان احنا خرجنا عن صمتنا، بنحتفل ان محدش تاني هياخد حقنا، بنحتفل ان صوتنا بقى من ميداننا ما بقاش من حته ثانيه، ومن وقتها بنقول بنحتفل وهنفضل نحتفل ومحدش هيسكتنا تاني. يعني بقالنا 7 شهور او 8 شهور لغايه ما وصلنا ان احنا نوصل الحقيقه للناس كلها من ام مصريه عايزه تتكلم على شبابها. واتفضلي يا بسم الله الرحمن الرحيم. شباب مصر الجميل، اولا قبل ما ابدا اي حاجه انا عايزه احيي اهل العباسيه اللي احتضنونا واستحملونا، وكنا بنسهر مع بعض من الساعه 4 والساعه 5 مخنوقين ومش خايفين ومش مرعوبين، بننزل كاننا مش في جوه بيوتنا، ما نزلناش من البيوت. تاني حاجه عايزه اوجهها للشباب اللي موجود في التحرير، عايزه اقول لهم يا اولاد انتم الشباب من رحم الاغلبيه والصفحه، احنا اهاليكم واحنا اهاليكم، عايزينكم ترجعوا تاني، عايزينكم تفوقوا وتعرفوا ان مصر دي هتبقى كويسه وزي الفل. النهارده احنا عملنا حاجه، احنا قدمنا نفسنا مرتين، جزء راح هناك عند الدكتور عكاشة وجزء وقف هنا، وبعدين كلنا انضمينا مع بعض عشان نوصل رساله للناس كلها ان الشعب المصري مهما اتمنى يسير ويرجع تاني يقف في مكان واحد ونتلم لمه واحده وكلنا متحمسين ان شاء الله. اليوم الجميل الديمقراطي اللي الشعب لسه عبر فيه عن رايه، وبنحاول ان احنا نحتفل يعني دي احتفاليه مش لا مظاهره ولا اعتراض على حاجه. لما الصبح قعدنا ساعه او ساعتين في المكان اللي هو في الميدان، وبعد كده انضمينا على الاستاذ توفيق عكاشه وهو جه قال كلمته عندنا في المصر عندنا. والساعه 5 ان شاء الله عندنا احتفاليه فيها الفنان عمرو مصطفى، وكل الموجود عند كليه الشرطه هينضم عند الموجودين في ميدان العباسيه. احنا قصدنا الموضوع ده كان مقصود ان احنا نعمل جروبين، ده يعني زي ما يكون حاجه رمزيه ان الشعب المصري ممكن ينقسم لكن في الاخر بنتجمع تاني مع بعض ونضم على مكان واحد. أنا عايز أقول لكم كلكم كلمتين صغيرين على الجيش. عايز أقول لكم كلكم كلمتين صغيرين على الجيش. الجيش المصري جيش وطني عظيم. لا استنوا بس، استنوا. جيش شريف قوي، شريف قوي وصلب قوي.
صلابته جاية من شرفه، صلابته جاية من شرفه. أنا مش عايز أقول إنه جيش جامد وكبير وقوي، مش عايز أقول كده، بس أنا عايز أقول لكم ما تقلقوش أبداً على بلدكم مصر. أمر هيفضل موجود طول ما جيش مصر دايما موجود، وجيش مصر ده ما تعرفوش قد إيه هو بيحب أهله وناسه. وكان يعني في زملاء بيقول لك يعني معقول الجيش يبقى يعني يتذلل لشعبه؟ طبعا الجيش يتذلل، طبعا الجيش خدام شعبه، وانا لما اتذلل لشعبي ايوه اتذلل، ده شعبي، ده اهلي، دول ناسي، انا رحيم عليهم ورحيم بيهم، ما اتدبرش على اهل الناس. لازم الناس تبقى فاهمه كده، اللي بيقول لك يعني بيستعطف الناس، ايوه استعطف الناس، اذا كان على اهلي طب الرسالة المضمون النهارده وسط كل الجموع اللي موجودة، ممثلين لكافة الطوائف الموجودة، مضمون الرسالة اطمئنوا مصر بخير، جيشها بخير، والقلق ملوش مكان عندنا. قلت هناك الجيش ده نار، الجيش ايه؟ نار، لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه، لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه. دي نماذج، لان في ناس بتقول ليه الجيش ما يعملش انقلاب، وكانهم عايزين كل يوم الجيش يعمل انقلاب، وانا اسف ان انا بقول هذه الالفاظ لان هي متداوله على لسان الشباب النهارده. فبقول له يا ابني علشان يحصل استيلاء على السلطه بشكل غير شرعي، في حركات ناس تنزل تطلب بتغيير، تغييرات محدوده، وفي انقلابات ان يحصل ان الجيش او الشرطه او الجيش والشرطه اللي في ايدهم سلاح يعني ينقلبوا على الحاكم ويعملوا انقلاب لشكل السلطه في الدوله، وفي ثوره اللي بيقوم بها الشعب. دي نقطه صغيره عشان الطف الجو شويه. في مجموعه كده قعدوا صعب عليهم حالنا وقالوا اللهم ابعث صلاح الدين. جه صلاح الدين قال لهم يلا يا رجاله انا جيت اهو، تعالوا نحارب، يلا يا محمود. قال له يا ده انت جيت بسرعه قوي، ده انا لسه متجوز وما عداش غير اسبوع، طب تستنى بس شهر العسل يخلص وحصلك على طول. يلا يا كرولوس. قال له يا خبر، ده انا لسه جالي حته قرعه ارض، طب بس انا صبيت العمدان اسقف بس الفيلا والعيال اسطرهم وحصلك على طول. يلا يا حسن، يلا يا محمد، كل واحد طلع بحجه. قال لهم طب يا جماعه انا همشي تاني، لكن لما تدعوا بعد كده اللهم ابعث صلاح الدين، قولوا اللهم ابعث صلاح الدين ومعاه رجالته، لان انا مش هحارب لوحدي.